السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مثل ما وعدتكم يوميا قصة جديدة. اليوم جايب لكم قصة الشيخ والديج. اكو شيخ حباب ويخاف الله حيل، والناس كلها تحترمه وتقدره. شيخنا كان لازم ينام الظهر على مود يكمل باقي يومه. معظم الاحيان ما كان يقدر بسبب الديج مال جوارينهم، لان هذا الديج كلش خبيث، بحيث يوميا يصعد على الحائط الفاصل بين بيت المربينة وبيت الشيخ، ويبدي يعوعي لحد ما يقعد الشيخ. ضاج الشيخ كلش من عده، وقال ويا نفسه لازم ألقى حل ويا هذا الديج، لأن إذا أبقى هيك احتمال أتخبل لو أنجلط. وفعلا لقى خوش فكرة وقال باكر أنفذها إن شاء الله. ثاني يوم راح البيت جيرانهم ودق الباب وسلم عليهم وقلبوا البيت. أبو فلان شنو رأيك لو أعزم نفسي اليوم يمكم الظهر؟ رد عليه أبو فلان وقال له تأمرنا أمر شيخنا ونتشرف بيك. قال له الشيخ بس أريد أزاحمك لأن أنا مشتهي هذا الديج، وأشر على الديج الوكيع. رد عليه أبو البيت وقال له عد عيناك شيخنا اليوم وشوف الديج على معونك. وفعلا بعد صلاة الظهر راح الشيخ الجوارينهم وقدموا له الديج الوكيع، والشيخ ما قصر بحيث أكله، وأول ما بدأ برقبة الديج. كملت العزيمة وتشكر منهم الشيخ ورجع البيت حتى ينام، وفرش فراشه وخلى راسه على المخدة وبدأ يريد ينام. لكن فجأة سمع أصوات غريبة ومختلفة وبنبرة أعلى، فقام الشيخ وشمر المخدة وركض على الحائط، وإذا بي يلقى 14 ديك يعوعن. وقال شلون هذا؟ شو وقت اشتراهن وشو وقت صعدتهن على الحائط؟ فراح ركض للجيران ودق الباب وطلع له أبو فلان وتفاجأ بالشيخ وقال له خير شيخنا بس لا أكلي ما عجبك. رد عليه الشيخ وقال له يا معود مروتك شو وقت اشتريت هاي الديوكة وشو وقت تعلمتني صعدنا على الحائط؟ يا معود احنا ذاك الديك الوكيح وقوة خلصنا منه، النوب 14 ديك. ضحك أبو فلان وقال له شيخنا هذن الديوكة موجودات من زمان، بس هذا الديك اللي أكلناه اليوم ما كان يخلي ديك يصعد على الحائط ويطلع صوته، ومن أكلنا انفلتت الوضعية وصار ياهو اللي يجي يصعد على الحائط ويعوعي. طبعا القصة بها ألف معنى وذكي اللي يفتهمها.